قشر الرمان طلع كنز رباني بجد. طول عمرنا ما احنا بنرميه وما نعرفش قيمته. ده اختراع يا جماعة. هاتوا كده وجربوه وانت هتشوفوا المعجزات. بعد الفيديو ده، بعد ما جربت الفيديو ده، انسي انك ترمي قشر الرمان تاني. بجد هتشوفوا المعجزات وهتندمي على كل قشر الرمان انت رميتيه قبل كده. بعد الفيديو ده هتشوفوا بجد معجزات على قشر الرمان. هتندمي على اي قشر رمان انت رميتيه قبل الفيديو ده. تعالي بقى ما اقولك على الاختراع قشر الرمان. بجد يعني كنز رباني. تعالي بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يجيلك اشعار الفيديو ان انا عملت فيديو جديد النهارده. وفضلا وليس امرا اللايك يا جماعه، دعموني باللايك عشان اليوتيوب يقترحنا اكتر. تعالوا نشوفوا الطريقه. معايا حله فاضيه وهبتدي بقى اقطع فيها الرمان، بس مش هقطعه قطع صغيره عشان انا هسلقه جامد. وهبتدي اي قشر رمان بقى انتي محتفظه بيه في الفريزر، عايزه تنشفيه وتعمليه بودر وتعمليه بنفس الطريقه. بس انا كنت محتفظه بيه كده شويه في التلاجة وابتديت اعمل بيهم التجربه دي. وابتديت بقى احط عليهم معلقه روزماري او معلقه اكليل الجبل. وبعد كده لو عندك قرفه ناعمه حطيها، بس هتضايقك في التصفيه بعد كده. انا عندي عود خشب من القرفه، هبتدي احطه وهنحطه بقى ايه لتر ميه كده او كوبايتين من الميه، مفيش اكتر من كده. وبعد كده هنبتدي بقى نحطهم على النار مباشرة كده ونعلي النار، وبعد كده نهدي النار خالص عشان انا عايزة كل خلاصة قشر الرمان واكليل الجبل او روزماري، في ناس كتير بتسميه روزماري. ابتديت احط على النار واقلب واوريكم لون المية وخلاصة المية الرمان يا جماعة. على فكرة لو انتوا دخلتوا على جوجل وشفتوا فوائد قشر الرمان دي، فوائدها كتير جدا. شايفين الميه ابتديت اغلي، انا عايزه اسلقه جامد، اسلق قشر الرمان جامد لان انا هصفيه واخد خلاصه الميه بس. شايفين الميه ابتدت تتغير لونها ازاي؟ خلاص كده انا سلقته وهسيبه بعد ما اسلقه يبرد تماما خالص. سيبته على النار حوالي ربع ساعه كده او نص ساعه. خلاص معايا ميه الرمان اهي او قشر الرمان. وهبتدي اجيب مصفى وطبق. تجربه سهله وبسيطه جدا يا جماعه، ونتيجتها بجد هتنبهروا من النتيجه. هبتدي اصفي بقى ميه القشر الرمان دي والسلق خالص معايا اهو، القشره اتسلقت خالص. هبتدي اجيب مصفى وطبق كده زي ما انتم شايفين واصفي ميه القشر الرمان. وخلاص كده خدت خلاصه الميه، انا مش عايزه اكتر من كده. واحط عليها معلقتين من زيت الزيتون او اي زيت انت بتحبيه. بجد وصفه سحريه لتنعيم الشعر وبيدي لمعان رهيب للشعر وبيطول الشعر من جذوره، لان فوائد اصلا قشر الرمان فوائده كتيره جدا للشعر. وبعد كده هقوم مصفياها في المصفى زي ما انتوا شفتوا، واحطه في بتاعه بخاخه زي كده، اي بخاخه فاضيه انا مستخدمها بس للشعر او المواد اللي انا بعملها او التركيبات اللي انا بعملها. بخاخه نظيفه كده عندي وبقوم مستخدمها للشعر. عايزه اقول لكم ان انتوا تجربوه في شعر اولادكم، بنتك او ابنك او يعني شعرك انتي. هتجربيه وهتشوفوا النتيجه واكتبوا لي تعليق حلو منكم كده اول ما تجربوه النتيجه تطلع معاكم حلوه. بيدي لمعان رهيب بجد ونتيجته حلوه خالص. تعالوا نشوف الفكره التانية. وبجد الفكرة التانية برضه هتعجبكم جدا جدا. وتعالوا نشوف الفكرة التانية سهلة وبسيطة معايا. عايزة اقولك بقى ان انت لو حطيت النشا على الرمان هتنبهري، فكرة بمليون جنيه بجد. يعني لو هتندمي كتير لو انت ما عملتيش الفكرة دي. انا جربت النتيجة دي وطلعت معايا روعة بجد. معلقة النشا مع نص الرمانة بجد هتنبهري من النتيجة. تعالي ما اقولك هنعملها في ايه ونستخدمها ازاي. معايا نص رمانية ونبتدي نفصصها كويس جدا وهضربها في الكبة او في الخلاط. انا عايزة بس مية الرمان ومش عايزة قلب الرمانة من جوه، انا عايزة مية الرمان. هبتدي اضربهم كويس قوي واخد مية الرمان. وعايزه اقولك ان ميه الرمان دي رهيبه مع النشا، خلطه رهيبه لتبييض البشره بطريقه رهيبه وهنشوفها دلوقتي مع التجربه. ابتدت تصفى خالص واخد خلاصه الميه بس مش عايزه اكتر من كده. وبعد كده هحط عليها معلقتين من النشا تقال كده، لازم اتقلها معايا او اخليها كريميه. هاخد جزء بسيط كده في الطبق ده وابتدي انزل بمعلقتين من النشا. ابتدي ادوب النشا كويس يا جماعه، اهم حاجه النشا يدوب كويس عشان ما يكلكعش معايا او يكتل معايا. وابتدي ادوب كويس قوي. عايزه اقول لكم بقى ان الرمان بيدي نضاره رهيبه للبشره ويدي بيور كده، يخلي البشره بيور بجد، يعني نضاره رهيبه مع النشا. بيفتح البشره وبينظف البشره خالص. والناس اللي بتعاني من الحبوب دي بينظف البشره خالص من البكتيريا والفيروسات اللي بتبقى في الوش. هبتدي بقى ايه اقوم حاطه معلقه عسل ابيض. معلقه العسل الابيض مع النشا مع نص الرمانيه دي بجد هتديكوا نتيجه حلوه قوي. ولو انت حابه تحطوا نص ليمونه لاي قتل بكتيريا في الجلد بتنضف ونتيجتها رهيبه.
خلاص انا دوبت النشا كويس مع العسل، وهبتدي اعجن على ايديا كده واوريكم النتيجه. نتيجه لمعان رهيب، والبشره تبقى طريه معاك خالص زي بشره البيبي بالظبط. ابتديت ادوب النشا عشان انا عايزه اتقل السمك شويه، فابتديت احط نشا تاني وخلاص هو تقل معايا اهو. واوريكم النتيجه، بجد بتخلي الجلد معايا طري وبيور كده، وبتدي نضاره رهيبه. لو الفكره عجبتك التانية والاولانيه ما تستخسرش فيها اللايك، ونشوفوا فيديو جديد. وباي باي يا حبايبي، وبجد الفكره الاولانيه والتانية احسن من بعض. وباي باي.